اتفضل اتفضل. استاذ صريح صادق. جاد يا فندم، صريح صادق جاد. اهلا بيك يا استاذ صريح. ازي حضرتك يا فندم؟ حضرتك مكتوب عندي هنا ان انت خبرتك 10 سنين. طب وعشان خاطري بقى ان شاء الله. هما الحقيقه 3 سنين ونص. 3 سنين ونص. حلو جدا. الدبلومه دي كورس جامعه امريكيه صح؟ ده كانوا محاضرتين عند خال ابويا في الزاويه الحمراء. حمراء. واكيد بقى الرقم اللي انت كاتبه لمدير الشركه اللي فاتت دي ده يبقى رقم حد من صحابك. لا يا فندم، ده رقم من على جروب بنات ومطلقات للتعارف. انت كاتب هنا عندي ان حضرتك اخر مرتب كنت بتاخده 7000 جنيه. بس على فكره احنا هنديك 3000 جنيه وهيصفصفوا على 2000 ونص بعد الخصومات. يا فندم انا اساسا كنت باخد 1000 جنيه والانتقالات عليا يعني مش الشغل عندنا يا استاذ صريح من 9 ل 5 وهنقعدك للساعه 9 بالليل ومش هنديك اضافي. وانا هاجي 10 ل 10 وهزوغ قبل الساعه 5. البريك من 12 لواحدة ومش هتاخده. وانا هفطر وهشرب سيجارتي وهحبس بكوبايه الشاي وهبدا شغل فعليا الساعه 2. ليك 21 يوم اجازه من 6 شهور من شغلك ومش هتاخدهم. وانا بقول لك هاجز من اول شهر وهاخد اجازه في السنه اكتر من 30 يوم. هتشتغل كتير وهنحط عليك بالزياده حبتين. وانا هقضيها ببجي وهترقى. بس احنا ما بنرقيش غير العصافير يا استاذ صريح. يا فندم انا اساسا اسمي بلبل. هنعمل لك تقييمات شهريه. ولا هيحصل، وهتلف التقييمات دي يا فندم وتحطها في درجك يا فندم، الدرج. طب قبل ما تشتغل بقى ان شاء الله لازم تطلع على اللائحه. لايحه وجايه بالسلامه باذن الله. همضيك على استماره 6 علشان يوم ما نجيب موظف جديد بدالك بنص مرتبك هنقعد نقرف فيك ونمشيك من الشغل ونخرجك كمان من التأمينات ومش هنديك مرتب اخر شهر. وانا هشتكيك في مكتب العمل وهفرمط الكمبيوتر قبل ما امشي. وهنزل لك على شهاده الخبره ومش هنديها لك. وانا هكون طابع منها 10 نسخ وهزور امضه المدير. مبروك. الله يبارك فيك يا انت فندم. اتقبلت معانا في الوظيفه. ربنا يخليك. كده هنحتاج منك كعب عمل. يا راجل كبير اجيب لك نص كعب الغزال مع كوبايه الشاي. مبروك. وان شاء الله هيطلع عين امك معانا. ميرسي يا فندم، والبقاء للمطبلاتي. ديل ديل. ديل.